تعرف ايه الفرق بين العمل المؤقت والعمل العرضي والعمل الموسمي؟ لو مهتم كمل الفيديو. السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هكمل شرح المادة الاولى من باب الاحكام والتعريفات من قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025. النهاردة هتكلم عن بند 6، وهو بيتكلم عن او بيعرف لنا العمل المؤقت. العمل المؤقت بكل بساطة هو إن واحد بيشتغل في شركة لمدة محددة، بيعمل حاجة معينة، وكمان من نفس نوع نشاط الشركة. يعني هو ما بيشتغلش حاجة خارج نطاق الشركة. يعني مثلا لو شركة مقاولات بيشتغل في المقاولات، لو مكتب محاسبة بيشتغل في المحاسبة، لو في مستشفى بيشتغل في نفس نشاط المكان اللي هو شغال فيه، لكن في بمدة محددة من 6 شهور، أقصاها سنة، مش أكتر من سنة. بيعمل حاجة معينة، أول ما بتخلص هو خلاص هو بيمشي وملوش علاقة بالعمل ده تاني. هو جاي عشان حاجة معينة في الشركة دي، زي بالظبط شركة المقاولات. هي نشاطها المقاولات، هي بتجيب مهندس بيبني لها عمارة، وأول ما العمارة دي بتخلص بيسلمها العمارة، وخلاص كده العلاقة بينه وبين المقاول بتخلص خلاص. وبالنسبة لأجازاته، هو بالظبط زي الموظف أو المهندس اللي بعقد دائم. لو مكتوب عقد بينه وبين صاحب الشركة ومتأمن عليه، بيبقى ليه نفس الأجازات. تمام. طب ايه الفرق بين العقد المؤقت والعقد محدد المدة؟ العقد المؤقت زي ما احنا قلنا اللي هو شغلانة وبتخلص وخلاص، لكن العقد محدد المدة هو عقد بيتكتب بين العامل وصاحب العمل، وبيتجدد كل سنة. طيب بعد كده هتكلم عن بند رقم 7 من المادة 1 من قانون العمل، وهو تعريف العمل العارضي. وهو عمل طارئ أو مفاجئ. يعني بيقوم صاحب الشركة إن هو بيبقى عنده حاجة طارئة في الشركة بتاعته، زي مثلا سباكة باظت عنده، فبيجيب عامل او الصنايعي او السباك علشان يصلح له السباكة دي. وده بتبقى حاجة طارئة، وبتبقى يعني الشغلانة دي مش من نفس تخصص الشركة او المكان ده. فهو اما السباك بيخلص الشغل بتاعه، خلاص بياخد الفلوس بتاعته او الاجر بتاعه وبيمشي، وخلاص العلاقة بين صاحب العمل والسباك ده بتنتهي بمجرد اللي هو صلح له السباكة دي. يعني دلوقتي العمل العرضي ده هو حاجة طارئة بتطرأ على الشركة، فبيجيب عامل فترة اللي هو بيصلح فيها بس الحاجة اللي باظت اللي عنده، مش من نفس نشاط الشركة خالص. زي ما قلنا زي السباك، زي النجار، اما حاجة بتتكسر مثلا بيجيب نجار لفترة معينة، وبتبقى اقصاها الشغل الطارئ ده او العمل العارضي ده 6 شهور. لكن في العادي طبعا من يوم او 2 او اسبوع وبيخلص العمل ده. بعد كده هتكلم عن بند 8 من المادة الأولى من قانون العمل، وهو العمل الموسمي. وكلمة الموسمي نفسها طبعا بتورينا ان هو عمل مش موجود طول السنة وفي موسم معين في السنة، زي بالظبط المعارض اللي بتتعمل في رمضان، قبل رمضان، والمعارض اللي بتتعمل قبل المدارس، وحصاد المحاصيل كل سنة. هي بس أشغال بتتعمل كل موسم، وبتجيب ناس للعمل في الموسم ده بس، اللي هو مثلا فترة شهر مثلا في معارض أهلا رمضان، أو الشهر اللي قبل المدارس، أو فترة جني المحاصيل. فالعمل ده بيبقى موسمي فترة معينة من السنة وبس. شكرا، ويا رب أكون أفدتكم النهاردة، ويا رب تكونوا عرفتوا إيه الفرق بين العمل المؤقت والعمل العارضي والعمل الموسمي. والسلام عليكم.